بحس ساعات في قادة تسبيح بيبقوا مش عايزة أقول الكلمة يعني، بس الحقيقة بيكون في عند كده معين ما بيكونوش قابلين التوجيه، يعني إنه معلش يا أخ فلان حاول إنك وانت بتحضر فترة التسبيح ما تقولش الترانيم دي ورا بعض. يعني في ناس ما بتقبلش النقد. في ناس بتنقد برضو في وقت غلط. وفي ناس في كنايس معينة لما تروح لهم ياه همسكك يفلي الموضوع من أوله لآخره، وفي كنايس تانية بيسيبك ويقول لك ربنا يباركك يا بطل وإحنا النهاردة تباركنا، فبتتبسط طبعا في الكنيسة دي طبعًا. أكتر من دي طبعًا. لكن حط ترنيمة قديمة مرة، حط ترنيمة نتعلمها. إذا حطيت واحدة مش 3، اللي هو حسام ده يا عيني، حسام ده لما بيجي بيحفظنا الترانيم الجديد. افرض يا أخي أنا مش في المود دلوقتي اقعد أحفظ 3 ترانيم، حفظني واحدة. حط ترانيم شرقية شوية، حط واحدة غربي، أو يعني اللي هي أنت عظيم عظيم غربي شوية. حط حاجات سريعة، حط حاجات بطيئة، طبق سلطة في كل حاجة، طبق في كل حاجة، بحيث إنه الناس تقدر، يعني أكبر كمية ناس تقدر تتفاعل معاك تتفاعل. ما تحطليش ترنيمة عن العطاء وبعدين التسبيح وبعدين الكرازة وبعدين تسليم الحياة وبعدين ما تتوهنيش. حاول تكون ماشي بسلسلة كده نقدر نحس بيها. والكلام بقى كنت ماشي وكنت طالع وكنت راجع وكنت نازل، خلاص احنا يعني ما تعمل فيلم بننهج طلوع والنزول ده احنا بننهج معاك خلاص يا استاذ خلاص. انا ما تحكيلاش قصة حياتك كلها. مظبوط. ممكن مرة ربنا يديك كلمة كده معينة تقولها قولها، لكن كل مرة ما بين كل ترنيمة والتانية قصة ووعظة. لو الاجتماع فيه وعظ غالبا بيبقى الاجتماع فيه وعظ، انت بتضايق الواعظ ومش دورك وتستهلك الناس. فلما يجي الواعظ يقول لهم انا مبسوط جدا ان انا اكون معاكم النهارده، ما بيكونوش طايقين وخلاص. هو احنا مش مبسوطين حضرتك وانت السبب. لازم يكون في صلاة وسط الترنيم او قبله او جنبه او بعده. لازم يكون في قراءة كلمة. مش كل الناس تقعد تقرأ الكتاب في البيت. اقرأ كتاب، خليك سبب ان الناس دي في الوقت الصغير ده تتنور وتتعرض لكلمة ربنا. تتعرض للكلمة. تلاقي نفسها تقول لي بس أنا هقرأ الحاجة اللي على الوعظ. لا، اقرأ في أي حتة في الكتاب. مزمور 119 بيتكلم على إنه قطر الشهادة عسل. الكلام بتاعك زي العسل. فنقراه. خلي الناس في الكنيسة على الأقل يحسوا إن هم خدوا حاجة. حتى لو كان هنحكي عن حرب دخلها شعب الله في القديم، ماشي مكراش حاجة، بس ابعد عن الأصحاحات اللي فيها فلان جاب فلان وخلف فلان وبتاع عشان ما يضربوكش. مسرور أحد فليرتل. اللي مسرور يرتل. أوقات كتيرة قوي بنكون بنعدي بحاجات في حياتنا، حالة وفاة، حد عيان، سبت الشغل، زنقة مادية، متخانق مع أنا ومراتي، العيال جو درجات وحشة في الامتحان، حاجات كتيرة بتنكد عليا، ببقى مش مسرور. هرتل إزاي؟ سمعت كلمة وما تحاسبونيش عليها. في حد قال إنه التسبيح اسمه ذبيحة التسبيح. أنا بذبح مشاعري وبذبح كل حاجة تخصني وهقف أسبحه. يعني أنا متضايق، يعني برغم وعندي برغم وعندي مشاكل في بيتي، متخانق زي ما قلتي، والعيال جايبه درجات وحشه، والشغل حصل فيه مشاكل، الفلوس مش مكفيه، سأذبح مشاعري وهقف ارن وهقف اسبح الله واقول له برضو انت تاخد وقتك ومقامك، وفي الاول وبعدين الحاجات دي هنشوفها ايه تزاد لك. ولما بعمل ده المفروض يعني نظريا انه حتى وانا متضايق لما بدخل محضر ربنا بتقلي وتعبي وبركنه كده في الارض واقول يا رب انا ناوي ارفع عينيا كده عليك واسيب المشاكل دي، نظريا المفروض اطلع احسن مما دخلت. وابقى فاكر النص ساعه دي ولا الساعه دي واخليها تكمل معايا، واقول له يا رب تخليش عدو الخير يخطفها مني. انا عارف ان انا اتبسطت وانا كنتش موهوم، هكمل بيها باقي اليوم، هكمل بيها بكره. انا اروح اصلي بالليل قبل ما انام كده ولو نص دقيقه، اقول له مش هتفوت مني، لازم اكمل بيها. ده اللي بيعمله التسبيح، وده بيعمله فينا اكتر ما انه الله يتلذذ باللي احنا بنقدمه. احنا اللي محتاجين. بيفرق معايا قوي المزامير لما يبقى مزمور بادي غامق، يعني داود او اساف يبقوا داخلين المزمور غامق كده. الى متى تنساني كل النسيان، وليه سايب الاشرار، وليه أجعل بيعملوا هموما وحزنا في قلبي، وسايب الاشرار عليا كده ليه؟ وتشوف اخر المزمور ابتهج بالرب حبقوق وافرح باله خلاصي. انا بحب جدا المزامير دي بقى اللي هي بتبقى باديه كئيبه كده، وتلاقي الرب رفعه وهو بادي غامق كده، بس قرر انه حتى شكواه هيروح يحطها عند ما نقفش بقى عند الحته الغم اللي في الاول دي بالزبط. اللي فعلا لما تقراها تقول له داود انا خلاص نفسي اتقطع، بيرجع بعد كده في حاجه حصلت اتعدلت. ايه اللي حصل؟ المزمور عدل روحه. فاحنا الترانيم دي ما نستعملهاش للبكا مرتين خلاص، لكن لما تيجي الترانيم كمان هتبقى بكا، بيبقى شخص
مسيحي مؤمن غير سعيد، وشه مكرمش، الست وشها كده مش غلب ولا اصلا بتشتغل في البيت جامد واصله بيشتغل بايده، لا 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 لا، خشوع غلب كده. احنا مش معمولين عشان كده، ملهاش دعوه ولا بفلوس ولا بمستوى اجتماعي ولا اصله بيشتغل في الغيط ولا اصل الست عندها 4 عيال لا لا. بتلاقي ستات مش الدنيا وقع على دماغهم، الست مبتسمه وتبص عليها تلاقيها مبسوطه اكتر منك. لما كنا بنروح خدمات البلاد اللي كان فيها حروب وفيها لاجئين كتير، متخيلين ان احنا هنروح نخدم الناس دي، قصص مخجله علشان نعرفهم يعني بقى بربنا وقد ايه بيحبوهم. الحقيقه احنا بنطلع احنا اللي مكسوفين، يعني احنا بنطلع مكسوفين، الناس دي بترفعنا.